بين انبعاثات هذه المدخنة والالتهاب المزمن للقصبات الهوائية والانتفاخ في الرئتين، يعيش الممثل حسن مضياف معاناته اليومية والمريرة مع المرض، معاناة أقعدته عن العمل وشلت إلى حد ما حركاته الجسدية ليركن إلى هذه الزاوية من سطح المنزل الذي يعيش فيه رفقة أسرته التي تحتضنه بحب وحنان، لكن في ظل العوز والحاجة. الحياة ديالي متدهورة كثيرا بحيث أنا مبقاش عندي مجهود، ما كنقدر ندير حتى حاجة، وليداتي هما اللي تيقوموا بكل شيء. بغيت نمشي للفيس يعني بجوج متر خصني نستغرق فيها واحد المدة زمنية كثيرة. المنطقة ما نقدرش نطويها، يعني الكاس ما نقدرش نشرب فيه، حتى الدواء كاين الزوجة ديالي والأبناء ديالي هما اللي مقابليني، بمعنى أنني معوق. إعاقة تجعل والدته أيضا طريحة الفراش ليزن العبء المادي بثقله على مصاريف الأسرة المعيشية والدوائية، لكن مع أمل يراود حسن مضياف في العلاج. على ما قال الطبيب كاينة إمكانية العلاج، ولكن الإمكانية المادية الله غالب لا إله. هذه العملية شحال كتطلب؟ كتطلب 14 مليون. ويتابع حسن مضياف وصفة علاجية في ظل وضعية اجتماعية تحول دون إتمامها والوجه الأكمل في انتظار أن تحقق أمنيته. الأمنية ديالي وأنا نتشافى ونرجع لوليداتي والشعب المغربي اللي كيحبني، ديال الأمنية ديالي. إعادة البسمة وحيوية الحياة الأسرية والفنية للممثل حسن مضياف معقودة على مبادرة إنسانية نتمناها أن تكون مفعمة بنفحات رمضانية لهذا الشهر الفضيل.